واول حاجه اسمعوا لي هاد التقرميشه. اليوم غنشارك معكم بسطيله كاري لربعه ديال الاشخاص حتى 6 الاشخاص. كتجي رائعه معلكه لذيذه بطريقه سهله مبسطه، اي واحد يقدر يديرها. يلا نشوفوا الطريقه على بركه الله. في واحد الطنجره درت 2 حبات ديال البصله يكونوا بحجم كبير تقريبا. هنا درت نصف دجاجه، والعطريه درت سكينجبير وملح وفلفل اسود والكركم وعويد القرفه وفصيص ديال الثومه محكوك، معلقه صغيره ديال السمن، وربيطه ديال القزبر ومعدنوس، ونص كاس ديال زيت الزيتون، ونص كاس ديال الماء كافي انها طيب لينا، حيتاش البصله مازال هديت طلق الماء ديالها. من بعد ما كطيب لينا هكا الدجاج كنحاولوا اننا نحيدوه ونعزلوه، وكنحيدوا داك القزبر الربيطه والعويد ديال القرفه، وكنضيفوا ربيع مقطع ونص معلقه ديال القرفه وواحد المعلقه ديال العسل، وكنبقاو هكايا كنشحروا في ديك المريقه اولا ديك التغميره ديالنا حتى كتبدا تعزل لينا الزويته. كنقصوا واحد 2 معالق كبار، وهنايا خلطت واحد 4 ديال الحبات ديال البيض وبديت كنحركهم هكايا، درتهم على دفعتين. كنبقى هكا كنحرك حتى كينشف ليا تماما وكنستقطرو. بالنسبه للدجاج كنحلو هكايا غير بيدي، كنفتو وكنضيف عليه داك 2 معالق ديال البصله اللي نقصت وكنخلطو هكا باش ما كيجيش ناشف. في هاد الاثناء انا فسخت اللوز ديالي وكليتو ودرتو في واحد الهاشوار وطحنته. ما طحنتوش ودعقته مزيان، خليته بحال هاد الشكل هكا كيف ما هو موضح في لا فيديو. ضفت عليه 3 ديال المعالق كبار ديال السكر، ونص معلقه ديال القرفه. تقدروا ديروا سكر زهره البرتقال، انا ما توفرش عندي، وكنخلط مزيان العناصر ديال الحشوه ديال البسطيله عندي واجده. من بعد كنبدا كندير الورقه هكا. انا درتها في الطاوه ديال الدجاج، تقدروا ديروا اي مول عندكم. بديت درت الورقه ديالي اللفه العاديه ديال البسطيله. درت كطبقه اولى هذاك البصله اللي مخلطه مع البيض، هنايا ديك الدجاج اللي فتتو بيدي. كنحاول انني نقاد هكايا ونساوي باش يجيو المستويات مساويه. من بعد كنضيف طبقه ديال اللوز، وكنحاول نجمع البسطيله ديالي وكنلمطها مزيان كيف ما هو موضح في لا فيديو. هنايا راني كندهن يدي بالزيت وانايا كنجمع البسطيله ديالي، كنغطيها بواحد الورقه من الفوق وكنلمطها بهذا الشكل هكا. من بعد ضروري ما كتقبوها باش هكايا ما كتطرطقش ليكم في الفران. كتدخلوها للفران وكتنقصوا ليها العافيه مهيله حتى كطيب وتقرمش، وعاد كتحمروها من الفوق. التزيين كيبقى اختياري، وكتقدموها بالصحه والراحه.